وانا خاوه مرا نجيبها ندرس قابل لي ولادي وتكبر لي ولادي او لا تمشي للاداره يبقى يطبطب عليها مدير كي صباح سي كي بقيتي. لا عادي علاش واش هذيك العائله البوبريه كتمشي كتنوض كتخدم وكذا واصله مثلا دير الماستر ديالها ما تخدمش. يعني هذه الغيره ديال الشعب الاسلامي تبقى تخرج طوطاح هي لابسه السروال هي لابسه هذيك تزلوا بها. كاين مرا كتوفق بين الخدمه وبين الدار بين كل شيء. ما بغيتش انا مرتي تكون خدامه، بغينا تحضي ولادها ان شاء الله. التوافق مع الرجل والمراه كيكون خصو يكون تفاهم في الاول. وانا خاوه مرا نجيبها ندرس قابل لي ولادي وتكبر لي ولادي او لا تمشي للاداره يبقى يطبطب عليها مدير كي صباح سي كي بقيتي كي فهمتيني. هادشي هو مرا ضد الدار ماشي ضد الخدمه. لا والو اخا الحاجه ديالك ولا ماشي ديالك فهمتي ماشي كلشي فهمتي كيفاش اخا. المعيشه ديالك ضعيفه واش حاجه واش ما تبغيش ما المعيشه ديالي ضعيفه ما نتزوجش اصلا. كون الظروف ديالي ما مساعدانيش ما نتزوجش باش اصلا نوقف على مرا تصرف عليا ولا هي تخدم وتعاوني فهمتيني الخاوه. كاين مرا كتوفق بين الخدمه وبين الدار بين كل شيء. يعني كاين بزاف ديال الناس موظفين خدامين وكيوفقوا بين الدار وبين اي حاجه كاينه. يعني انا ضد هذه الفكره هذه ديال ان البنت تجلس في الدار حيتاش يعني غدا بعدو مثلا الله يحفظ ديال البيت طلاق او الراجل ديالها يمرض بشي مرض ولا شي حاجه هي جابرها في جنبو واقفه بالخدمه ديالها وبكل شيء ديالها وصافي. عادي علاش واش هذيك العائله البوبريه كتمشي كتنوض كتخدم وكذا واصله مثلا دير الماستر ديالها ما تخدمش عادي خصها تخدم وعادي ما فيها حتى شي حاجه ديال لا. بالنسبه لي دابا انا الا كنت خدام وصافي عندي كل شيء الدار ديالي والخدمه ديالي كل شيء ديالي هي ما تخدمش عادي تبقى في الدار. بالنسبه مثلا داكشي مزيان يلاه عاد هذه الدنيا نخدموا انا وياها ما كاين حتى شي مشكل. بالنسبه لي مثلا الا كانت عندي الخدمه ديالي وكلشي ديالي علاش لا بلا هي ما تخدمش وانا نخدم هي تقابل الدار عادي. صراحه ما متفقاش مع الفكره هذه. المراه تقدر توفق ما بين الخدمه ديالها والحياه الشخصيه ديالها. كيبقى هذا كيكون توافق مع الرجل والمراه كيكون خصو يكون تفاهم في الاول وصافي. كيقول مثلا حين كيجوج ملي كيكونوا الدراري شي حاجه صعيب مثلا تربيهم هي خدامه شنو مثلا؟ صعيب صراحه في المرحله الاولى كتكون صراحه واحد شويه الصعوبه بالحق مع الوقت زعما مهم كيبقى كلشي مع التفاهم مع الرجل والمراه داك الشيء خصو يكون متفاهم وصافي. تبقى تخرج طوطاح هي لابسه السروال هي لابسه هذيك تزلوا بها ما تقدرش تعرف بالغايب فهمتي وهي خرجت تبقى تابعه كل نهار يمكنش. يعني كتفضل المراه تكون في الدار ما تكونش خدامه. في الدار اخا. صراحه كنشوف الناس اللي كيفكروا بحال هكا عندهم غير شي مشاكل نفسيه ولا شي عندهم شي نقص داكشي علاش كيهضروا بحال هكا. يعني كون كان هو ما كيفكرش في داك النقص ما غاديش يشوف المراه شنو خص يكون فيها ولا شنو ما يكونش فيها. يعني كنشوف المشكل من هاد الناس هادو كيفاش كيفكروا وصافي. اما المراه تكون كتخدم ولا ما كتخدمش يعني هذاك شغلها هي قرار ديالها هي. باش تخدم المراه في هذا المجتمع ديالنا حاليا صعيبه شويه حيت كثر فهمتي كثر شويه ديال التحرش كثر كذا ما تقدرش تثق ان تخلي مرتك تمشي تخدم في شي بلاصه وانت في بلاصه اخرى ما تقدرش تعرف شنو يقدر يوقع. هذا السبب الرئيسي وكاين اسباب اخرى اللي منهم فهمتي خصها تجلس انها تربي الدراري وكذا. شكون اللي غادي يكون مع الدراري مثلا الا كنت انا في الخدمه وهي في الخدمه شكون اللي غادي يكون مع الدراري في الدار مثلا ملي يكونوا مازال صغار شكون اللي غادي يكون معاهم؟ لا والو صعيبه الخا اش بقى تاكل ماكله بارده الزنقه. دابا المراه اذا مشات ضرب 8 ساعات د الخدمه تجي باقا تسنى من الناس شي حاجه يا اما تجيب لاتينا الخدامه للدار اما هي ما تسمل والو تدخل تجبر الدار خانزه ما تجبر ما تاكل فهمتيني. المراه اصلا ربي خلقنا الدار الخا. المراه هي خصها تخدم ولكن ما تخدمش ما خصهاش تخدم في بعض الوظائف. يعني كما كتشوف الشعب المغربي غريزه الذكر يعني كاملين بينا ملي كتكون مع دايره بين شي انثى كيفاش كيشوف فيها. يعني هذه الغيره ديال الشعب الاسلامي وضروري يعني اذا ما كنتش شي كتغير على الحريم ديالك وعلى الانثى راه الحيوان براسو كيغير على الانثى. حنايا غيرنا على الانثى بعد الفكره ديال اننا ما نتزوجوش بموظفه. يمكن موظفه تخدم كطبيبه د النساء طبيبه د العائلات يعني في المجال ديالها في المجال اللي خاص الانثوي. يعني ماشي مراه كتجبرها خدامه مهندسه خدامه مع في الشونتي خدامه هي مع بنايه راه ما يمكنش. يعني تيناو تكون مثلا المراه كتمشي كتجبرها خدامه في قياده كيجيو عندها الرجال كذا. يعني مراه خصها بلاصتها كوافوره طبيبه د النساء التوليد التمريض شي حاجه بحال هيدا. اما
شي حاجه اخرى ما كايناش مره. وعلى حسب عاوتاني الخدمه ديال المراه كيفاش دايره. دابا هاد الوقيته الوقت صعابت فهمتي، دونك خاص واحد المساعده. ولكن كتشوف دابا المشكله واخا المراه كاع تخدم ما تكونش خدامه، تجلسي في الدار وما دير حتى حاجه، غتبقى ناعسه النهار كامل. زعما باش انه ديك القضيه ديال المراه اللي خصها تجلس في الدار ولا هذا، المراه داكشي خصها لينيسياتيف ديالها فهمتي. اما هي الا ما بغاش دير حتى حاجه راه ما ديرش، واخا ما تكونش خدامه لا والو، راه ما تجمعش الدار، ما تطيبش، ما الا ما بغاتش غتصبحي ناعشه. دونك هذه ماشي زعما لا موظفه ما غاديش تاكل وما غاديش تشرب وما غاديش تجمع الدار، غتكون حاذقه نيشان. دونك واخا الا ما كانش حاذقه بالعكس هي جا مزيانه تجلس في الدار فهمتي. دونك كيبقى في الشخصيه ديال المراه كيفاش دايره واش هي، وخص عاوتاني الراجل ماشي يبقى بداك الراجل اللي كيبقى اوبليجي عليها فهمتي، كيبقى يعطي لي زوردر. لا الحقيقه ما خليهاش، حيت انا اللي راجل ماشي هي فهمت. الراجل دابا علاش تزوج بها؟ باش يخدم عليها فهمتي، يبني المستقبل ديالو. واذا اذا ما كانش قادر هذيك فهمتي فيها يعني تقدر تسمح لها تخدم. اذا ما كانتش فهمت زعما تينا ما قادرش تخدم فهمتي، يعني هذيك الحق ماديه صعيبه. حق اذا كنت تينا قادر عاوتاني حشومه تخلي مراه في الدار فهمتي، تقابل ولادها، تقابل الدار، تقابلك. انا شخصيا مراه ما تكونش كتخدم فهمت، انا نخدم مليح حيت انا اللي راجل وصافي هادشي اللي كاين. يعني هاد الحمله اللي كاينه في فيسبوك يعني انت معاها؟ معاه مراه ممنوع تخدم، مراه الدار تصوين صافي تقابل ولادها. تينا اللي يعني تينا الراجل تينا خصك تخرج تصرف على المراه ديالك. ما نبغيش انا مرتي تكون خدامه، بغينا تحضي ولاد ان شاء الله، بغيت تكون خدامه في مره. واخا توافق تقول لي مثلا نمشي نخدم وكذا نعاونك، اما نخليهاش. راجل خليني اش نقول لك، بحال دابا بالنسبه للمراه تكون موظفه، لكن داكشي مفاهم بيناتهم، لكن مفاهمين راه عادي ما كاينش المشكل. يعني هاد الحمله كتشوف كتظلم اللي كاينه في فيسبوك دابا عادي ماشي شي حاجه بالنسبه لي انايا، الا كانت هي خدامه وانا خدام، ولاني ما غتبقاش هي خدامه طول حياتها. يعني انا غير على ما نديرها ونصوفي راسي راه غنقولها خرجي جلسي حدايا في الدار. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم والسلام راه فهمتي تكون يعني دا الدين وخلق فهمتي كيفاش. اذا كانت توفر في هذا الشيء واخا تكون خدامه ماشي مشكل فهمتي، ماشي عندي شي مشكل فهمتي. ما عندكش مشكل مثلا كانت الظروف المعيشه ديالك ضعيفه ولا شي حاجه تخدم هي عليك هانيه عندك؟ لا ولدي الشله، انا ما عنديش ديك الشيء في القانون ديالي فهمت. انا بنت الاخت تاعي خدامه والزوج تاعها خدام والحمد لله عايشين بخير، تيتعاونوا على كل شيء، تيتعاونوا على في الدار وفي الخدمه، وتبان لي مزيانه ما كاينش حتى شي مشكل في هذا. ما عنديش مشكل انها تكون خدامه. يعني انت ضد ديك الحمله اللي كاينه في الفيسبوك؟ لا ما معاهمش صراحه ماشي عيب، ولكن كان قبل ما يكونوا العيال وداك الشيء فهمت. اما الا كانوا ملي يجيو العيال ما تقدرش توافق بينهم. دابا بلاتي انا خدام مرا خدام 8 ساعات، نقولوا من 6 للجوج ولا من 8 ل5، ديك العيال شكون غيكون بهم الا كانوا صغار؟ وشكون مسؤول على التربيه ديالهم؟ صاحبي التربيه الاولى كتجي من الام والسالم.